ليلة أم سودة اللي يعادي جمهور الزمالك. ونصيحة، ما تنكش يا ابني في جمهور الزمالك. تعال أقول لك ليه. أول حاجة، جمهور الزمالك بيحب ناديه كده، وربنا كده حقنة دخلت في الدم، محدش فاهم ليه. لا بطولات بقى ولا منصات تتويج ولا الكلام ده كله، هو بيحب الزمالك بمشاكله بحواراته بديونه. يا راجل ده احنا لو سددنا الديون بنحس في قلق، ايه ده، في ايه، في مصيبه هتحصل بكره. فاحنا حابين الزمالك، فما تنكش جمهور الزمالك لانه بيحب ناديه. عارف الاعلان بتاع اتصالات اللي نزل ده، لو مع نادي تاني او النادي اللي ما يتسمى علي جمهوره هيبقى قاعد كده اعلان وخلاص وبيسقف وخلاص، ولا هو فاهم بقى المجنون ده مين، ولا العربيه اللي عليها نسر من ورا بتاعت ايه، ولا الهدف ولا اي حاجه. المهم ان احنا ناخد الدوري وبطولات مشبوهه، شبعان بقى وحاجات مليانه، بطنه مليانه حاجات مشبوهه، فمش فارق معاه اعلانات. فده برضه سبب ان انت ما ترضيش الزملكاوي، لان هو اصلا بيحب ناديه، ثانيا طهقان وطفشان والدنيا جايه عليه، ثالثا هو معبي من اللي بيحصل في البلد والدوري واتحاد الكرة ولجنة الرابطة والقمطة والكلام ده كله. وانا ما وريش حاجة بقى، ما انا مغلول. بتنكشني وانا في النكش ما اقولكش. فروحوا انكشوا نادي الدنيا معاه ماشية زي الفل، والبطولاته موجهة وكله 100 والنام مبسوطين، مش هتفرق بقى معاه اعلان، مش هتفرق معاه حاجة. فما تجيش على واحد اصلا الدنيا معاه في الطرشخون. ليلة ابوه سودا فعلا اللي يعادي الزملكاوية، علشان فعلا الزملكاويه بيحبوا ناديهم. حقنة في الوريد، سببها ايه محدش عارف.